في الوقت اللي احنا فيه ده في شباب كتير بتبقى عايزه تشتري موتوسيكل. واحد عايز يشتري موتوسيكل يشتغل بيه، يروح بيه الشغل، يروح بيه الكليه، يخرج بيه مع اصحابه، يلف بيه، يتحرك بيه التحركات بتاعته. ممكن واحد يكون شغله بعيد شويه فعايز حاجه يتحرك بيها، فعايز يفكر يشتري موتوسيكل. المهم يعني كتير مننا بتهب في دماغه في ساعتها كده انا نفسي اجيب موتوسيكل دلوقتي حالا. وللاسف اللي خلى الناس تبقى بتفكر حاجه زي كده ان هو عايز يشتري موتوسيكل دلوقتي حالا فيروح يشتري عادي، هي فكره التقسيط. فتعال ندردش كده مع بعض. انا لما حبيت اشتري موتوسيكل في يوم من الايام ما كانش معايا فلوس، انا عملت ايه وانت ممكن تعمل ايه؟ يعني انت واحد معكش فلوس ونفسك تجيب موتوسيكل ونفسك رايحه له او نفسك تمتلك واحد. ايه الخيارات اللي قدامك اللي انت ممكن تعملها؟ ممكن تجيب قسط، ممكن تشتري كاش، ممكن تجيب حاجه مستعمله احسن. فتعالوا ندردش كده مع بعض. اول حاجه خليني احكي لك لما انا حبيت اجيب موتوسيكل قبل كده وانا معيش فلوس. انا من قيمه مثلا 4-5 سنين بالظبط ما كانش في دماغي اصلا ان انا في يوم من الايام ممكن اركب موتوسيكل، ولا كان على بالي ان انا يعني اشتري موتوسيكل اصلا. انا بس كنت عايز اشتغل شغلانه تجيب لي فلوس كتير، وكل ده اللي كان شاغل بالي. يا راجل هو ده كلام؟ ماشي. المهم ساعتها جات لي فرصه ان انا اشتري عجله، يعني حتى اشتريت العجله دي في شركه مع واحد صاحبي كنا بنشتغل عليها انا وهو. في الاخر انا اشتريتها منه خالص، ويعني كل واحد معاه مثلا بتاع 1000 جنيه ولا حاجه هم اللي حطيتهم في العجله واشتغلت بيها. وانا من النوع الصراحه اللي هو بتاع شغل شويه، فقدرت احوش قرشين من العجله. بعد كده وانا شغال بالعجله اكتشفت ان الموتوسيكل بيعمل فلوس اكتر. يعني وانا رايح لمجال الموتوسيكلات مش رايح علشان انا المجال ده غاويه، بس انا الصراحه يعني لما دخلت فيه حبيته. لكن لما انا جيت اشتري موتوسيكل كان دماغي كلها ان انا ازاي اعمل فلوس اكتر من اللي انا بعملها دلوقتي باي شكل بقى من الاشكال. يا جماعه الخير اقسم بالله هتموتونا، حاجات غريبه بتحصل بجد. الظاهر ان انا بصور في وقت مش مناسب والدنيا زحمه على الاخر، وقلت عادي همشي الدنيا زحمه، بس في حاجات غريبه عماله تحصل. المهم يا سيدي اللي انا عملته ساعتها ان انا ما كانش معايا فلوس في البدايه خالص. لما اشتريت العجله ما كانش معايا فلوس. كل اللي انا عملته ان انا قعدت اشتغل مثلا بتاع 6 شهور، حوشت بتاع حوالي 8000 او 9000 جنيه. كانت الموتوسيكلات ساعتها يعني مش بالغيره بتاع دلوقتي طبعا. وبعد كده قررت خلاص يعني بعد ما حوشت المبلغ ده ان انا ايه اقدر اشتري موتوسيكل في اقرب وقت، علشان انا عارف ان انا لو اشتغلت بموتوسيكل هقدر اسدد لو انا استلفت فلوس مثلا، او لو بقى عليا اي فلوس هقدر اسددها. وفعلا ساعتها استلفت مثلا بتاع 7000 جنيه تقريبا. كان موتوسيكل 15000 وانا معايا 8000، فاستلفت بتاع 7000 وايه واشتريت موتوسيكل كده هوجن زد 200، وده اتسرق مني الحمد لله. بس المهم يعني ان انا اشتريته عن طريق ان انا استلفت فلوس وانا عارف ان انا هقدر اسدها عن طريق الشغل اللي انا هشتغله بالموتوسيكل. يعني عايزك بس تركز معايا في النقطه دي كويس قوي. عايزك تركز معايا في النقطه دي علشان نفس فكره التقسيط اللي هكلمك فيها برضو هنحتاج النقطه ديت هنحتاج نتكلم فيها. طيب دلوقتي انت هتيجي تقول لي يا عم معز يعني انت شايف فرق الاسعار عامل ازاي؟ يعني ساعتها جبت موتوسيكل هوجن 200 كان حاجه اصلا بالنسبه لنا ساعتها جامده وبتاع ب 15000 جنيه اللي هم دلوقتي حرفيا ما يجيبوش نحله مستعمله. هقول لك يعني اكيد طبعا انا شايف الناس عامله ازاي والظروف عامله ازاي، بس سيظل المبدأ واحد. يعني حتى لو الدنيا غاليه جدا ومش هتعرف تجيب حاجه كاش، هقول لك دلوقتي انت ممكن تعمل ايه. انا في تروسيكل عمال يمشي حواليا وعمال يسوق سواقه غشيمه وانا خايف منه والله. طيب دلوقتي لو انت معكش فلوس اوريدي خلاص معكش فلوس ونفسك تجيب موتوسيكل، في قدامك حلين خلينا نمسكهم كده واحده واحده. اول حاجه انا قبل ما انت تكون عايز تشتري موتوسيكل ونفسك تركبه دلوقتي حالا، يعني في حاجه كده لازم انت تربيها جواك ان انا ما ينفعش ابقى عايز اركب موتوسيكل دلوقتي فهجيبه دلوقتي قسط بقى او هستلف فلوسه كلها او هعمل اي حاجه فانا هروح اشتري موتوسيكل. يعني ده اصلا غلط كفكره، غلط على البني ادم ان هو يبقى عايز حاجه دلوقتي فهو عايز يجيبها دلوقتي. ودي اكتر حاجه لو انت اتمسكت بيها هتبعد عن القسط باكبر قدر ممكن. وده اللي انا جاي انصحك بيه اللي هو القسط ده ما بتبقاش حاجه كويسه لو انت هتدفع مبلغ الموتوسيكل كله عن طريق القسط. فخلينا نتكلم ازاي ان انت تجيب موتوسيكل كاش. دلوقتي لو انت شغال في اي وظيفه بتقبض مثلا من 3000 ل 4000 جنيه، انا عارف ان انت عشان تحوش اي رقم من الشغلانه دي مش سهل، بس يعني في حاجه احنا من زمان بنعملها وهي الجمعيات. لو انت دخلت جمعيه مثلا ب 20000 جنيه ولا ب 30000 جنيه على 3 سنين او على سنتين، اظن ان انت لما تيجي تقبض الجمعيه ديت لو انت بقى زنقت نفسك وقدرت تدفع 2000 جنيه كل شهر مثلا عشان تخلص بسرعه، موضوع الجمعيه ده انا شايفه حل بسيط جدا ان انت تبدا تجيب موتوسيكل. طب انا دلوقتي قبضت جمعيه ب 20 ولا ب 25000 ولا ب 30000 حتى، هم بيهم ايه؟ لا هتقدر تعمل. يعني 30000 جنيه ممكن يجيبوا لك موتوسيكل مستعمل، الحاجات اللي هي الهوجن اف 250 ال 250
الداين 26 بقى، الحاجات الصيني الكويسه شويه. هو بس الجو جامد قوي، يعني الجو دلوقتي جامد قوي وطريق مقطم جامد قوي. المهم يعني خلينا نكمل كلامنا. ممكن تجيب موتوسيكل يكون كويس شويه بس موديل قديم، موديل 2021 موديل 2020، يعني حاول تنزل بالموديل سنتين هتلاقي فيه اسعار كويسه. في مثلا البلسر 180 دي، لو انا حبيت ابيع الموتوسيكل بتاعي دلوقتي اللي هو موديل 21 ممكن ابيعه ب 40000 جنيه، وهو دلوقتي اصلا جديد ب 74000 جنيه. فنفس الفكره دي ممكن تتبعها، ان انت تجيب حاجه مستعمله بس بقالها مثلا سنتين على الارض ولا حاجه، تقدر ان انت تبدا بيها. مش شرط تجيب حاجه جديده، مش شرط ان انت تطلع باجمد حاجه. انا شخصيا عملت كده، رحت اشتريت موتوسيكل مستعمل كان ماشي 15000 كيلو، لو ما تقدرش تقول عليه مثلا كسر الزيرو ولا حاجه، لا استعمل فتره محترمه وكان ماشي سنه على الارض. فنفس الفكره دي دلوقتي انت ممكن تتبعها. والله ربنا كرمك ومشيت بالموتوسيكل سنه ولا حاجه وعملت فلوس اكتر، ممكن تروح تبيعه وتقوم مزود عليه وتشتري حاجه احلى، والموضوع بيبدا كده. نفس الكلام برضو اخوك اللي هو انا، يعني بدات بالموتوسيكل الزد، بعد كده اشتريت هوجن ال 250، بعد كده بعتها خالص وربنا كرمني وجبت البلسر 180 اللي انا بالمناسبه كان نفسي اجيبها من زمان اول ما ركبت موتوسيكلات. ودلوقتي بفكر ان انا اغير خلاص وربنا يكرم ونحاول نجيب حاجه احسن باذن الله. طيب ده كده موضوع الكاش. خلينا بقى نتكلم عن القسط. امتى ممكن تشتري موتوسيكل قسط وازاي تطلع من القسط ده باحسن حاجه ممكنه؟ فهنفترض مثلا ان انت اخر حاجه ممكن تعملها ان انت تركب موتوسيكل مستعمل، وانا عارف ان في ناس في تفكيرها كده وبيحبش يركب حاجه من ورا حد ابدا ونفسه يركب الحته الزيرو على طول، هو تفكيره كده على طول. في الحاله دي يا اما تخش قسط بدون مقدم اللي هو معظم المعارض بتشتغل دلوقتي، او حتى بمقدم كبير. معظم المعارض عموما بتقسط دلوقتي، بس مشكله بسبب التعويم اللي عمال يحصل باستمرار القسط بقت فايدته مرعبه. يعني اقل قسط دلوقتي بيبقى بنسبه 30% مثلا، اللي هو من قيمه 3 4 سنين كنت بتلاقي المعارض بتقسط ب 12% و15% وكنا بنستغلاهم. لا دلوقتي بسبب ان الاسعار عماله تغلى بشكل جامد، فالمعرض بيزود النسبه علشان يعوض الفرق بتاع التسعيره دوت وما يخسرش. فاقل قسط دلوقتي ب 30%، ده لو انت مش هتدفع مقدم. فانا عايز اقول لك ان 30% ديت بالنسبه لو انت هتجيب موتوسيكل ب 40000 جنيه بس، انت حرفيا هتدفع عليه مثلا في سنه واحده حوالي 10 15000 جنيه. وطبعا موضوع انك تقسط موتوسيكل كام في سنه واحده ده مش سهل، يعني انت مش هتقدر تطلع كل شهر 4 5000 جنيه في الموتوسيكل، مش هتكون حاجه سهله، مش الناس كلها تعرف تعمل حاجه زي كده. فالغالب بيقسط على سنتين وبيدفع له مثلا كل شهر 2000 ونص 3000 جنيه. فدي بتبقى حاجه في حد ذاتها ان هي بتقطم الوسط الواحد وبتطلع فلوس كتير كل شهر، والسنتين دول مش قليلين خالص. فانت واحد ما تعملش حاجه زي كده الا لو انت مضطر اضطرار شديد ومحتاج تجيب فلوس، انت وراك بيت مثلا، وراك اي مسؤوليه مهمه، فانت لازم تجيب موتوسيكل دلوقتي وتشتغل عليه وهتطلع كل شهر قسط الموتوسيكل وهتاخد الباقي ليك انت تمشي بيه حالك. تاني اوبشن وده اللي بفضله شويه، ان انت برضو نفس فكره الجمعيه او نفس فكره ان انت تحوش اي مبلغ 20000 30000 25000 اي مبلغ كويس وتروح تدفعه مقدما في موتوسيكل. بيكون الفايده هنا اقل شويه، اللي هي تتراوح ما بين 20% مثلا ل 25%، وممكن تخلص قسط الموتوسيكل دوت بيبقى مبقى عليك كله على بعضه 30000 جنيه. لو انت هتشتري موتوسيكل مثلا ب 50000 ب 60000 هيبقى بقى عليك برضو مبلغ مش كبير قوي، ممكن هتقسطه على سنه واحده او حتى على سنه ونص او سنتين، الموضوع ما بيبقاش مكلف قوي بالنسبه لك. فدي افضل حل ممكن انت تلجا له لو انت نفسك تركب موتوسيكل وقدامك مثلا 6 شهور تحوش فيهم اي مبلغ، وبعد كده تتوكل على ربنا وتشتري الموتوسيكل اللي انت نفسك تجيبه وبس. طبعا انت سايبني عمال اتكلم كده واقول لك ازاي تجيب موتوسيكل واقول لك في نصايح وما رزعتيش اللايك الجميل بتاعك، فادينا اللايك اللي يرضى عليك. وبس على كده انا معاذ صعب واشوفكم فيديو جديد. سلام.